اهم طبق بيكون على سفرة ليلة العيد عندنا هو طبق الفتة. اضمن لك ان انت لو عملتي طبق الفتة السنة دي بطريقتي هيتنسف لحد اخر معلقة. واهم حاجة عندنا هي قطعية اللحمة، الكتف او السن او الرقبة او السمانة او وش الفخدة، كلها قطعيات ممتازة للشوربة. بنسخن الحلة كويس جدا وبعدين بنحط شوية زيت زيتون بساط قوي، ممكن حتة زبدة. بنحط اللحمة بقى تاخد اللون الخطير ده، بحط عليها بقى شوية حاجات بتحلي طعم الشوربة زي الطماطم والبصل والجزر والكرفس. بضيف عندي هنا الميه لازم تكون كتير طبعا، انا بحطها عادي جدا من الحنفيه، ما بحطهاش مغليه. وبعدين بشغل النار عندي هنا على اعلى حاجه لمده ربع ساعه تلت ساعه، وبعدين بهدي النار وبعدين بسيبها بقى تستوي على نار هاديه. وبالطريقه دي اضمن لك ان هتاخدي حته لحمه دايبه دوب من جوه لونها روزي خطير ومن بره مستويه على الشعره. هقطع هنا عندي بقى العيش البلدي واحطه في الطاسه واحط عليه شويه زيت زيتون وحته زبده، وما يتحمر كده احط عليه شويه توم مفرومين فريش. مش عايزه اقول لكم الطعم بيكون خطير ازاي. وطبعا الرز بتاع الفته معروف بيكون رز ابيض بشويه زيت زيتون وشويه زبده، وبحط له ميه وكمان شويه شوربه، وبظبط الملح، وكمان بحط رشه فلفل اسود رشه حبهان واسيبه بقى يستوي. احنا كده خلصنا كل حاجه في الفته، وكانت خلاص عندنا هنا كمان اللحمه استوت. وزي ما قلت لكم هتسيبوها على نار هاديه تستوي، هتطلع معاكم دايبه دوب. هناخد بقى كوبايه شوربه ونشرب كل الموجودين قبل الاكل. مش عايزه اقول لكم بتبقى خطيره ازاي. نرصص هنا بقى الفته، العيش، وبعدين الرز في الطاسه. باخد اللحمه اللي هحمرها وبعدين بسقي عندي هنا الفته بكوبايه شوربه مش كتير. بحمر بقى اللحمه بشويه زيت زيتون وزبده، ولما توصل معايا اللون خطير ما بحمرهاش لحد ما تنشف. اللون التحفه ده برفعها، وفي نفس الطاسه بنزل الثوم وبعدين ياخد لون بسيط كده اطشه بالخل واضيف كبشتين شوربه، وبقت كده جاهزه معايا احلى طشه تومه للفته. ارصص عليها بقى اللحمه متحمره برشه ملح وفلفل اسود، وكده خلصنا احلى فته. جربوها، استنى رايكم.